السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جبت لكم بعجينه وحده نقدروا نديروا لي ميني بانيني ولي برجر. تابعوا معايا الفيديو للاخير. نوضعوا كاس تاع ماء دافي مع كاس تاع حليب يكون دافي مع ربع كاس تاع زيت، نعبروا بنفس الكاس مغرف خميره الخبز ومغرف تاع سكر، مغرف كبيره. نخلطوا المكونات مع بعض، نضيفوا لهم بياض حبة بيض ومغرف تاع خميرة الحلويات ومغرف ملح، مغرف صغيرة، ونضيفوا 6 كيسان تاع فرينة بنفس الكاس اللي عبرنا به المكونات اللي ضفناهم. نعجنوا العجينة، نلموها كما راكم تشوفوا. بعد ما نتحصلوا على العجينة نضيفوا لها مغرف تاع مارغرين، نعجنوها 10 دقائق ونخلوها تخمر، نغطوها ونخلوها تخمر مدة نصف ساعة. بعد ما خمرت العجينة تاعنا نحاولوا نخرجوا لي غاز منها بهذه الطريقة. نقسم العجينة إلى نصفين، نشكل لي برجر تاوعي حوالي 50 غرام في الكرية كما راكم تشوفوا بهذا الشكل. والنصف الآخر نشكل به لي ميني بانيني. نحل العجينة على سمك 2 سنتيمتر، نقطع بهذا الطابع، نوضعوهم في صينية. بعد ما خمروا ندهنهم بصفار حبة بيض، ونرش عليهم الجلجلان والشوفان، ندخلهم يطيبوا على 180 درجة. وها هو الشكل اللي تحصلنا عليه، حبات تاع البرجر تاوعي ولي ميني بانيني اللي كنت وضعتهم في مقلاة باش يدوا هذا الشكل. نروحوا نحضروا الدجاج تاعنا، دجاج كريسبي. نوضعوا الملح والزعترة وسكنجبير وفلفل الأحمر، فلفل الأسود والثوم، ومغرف تاع خردل. نخلوهم 10 دقائق. نجيبوا الفرينة تاعنا اللي هما 4 مغارف فرينة وزوج حبات بيض مع شوية فلفل أحمر وسكنجبير، رشة تاع الملح، ونخلطوا الخليط تاعنا اللي حنوضعوا فيه الدجاج ونقلوه. نروحوا للدجاج اللي رانا نحطوه في لي برجر، نضيفوا له السكنجبير، المعدنوس، فلفل، الملح، فلفله حمراء، مغرف تاع خردل. ونشكلوا الكريات تاعنا اللي حنقلوهم. نوضعوا الدجاج تاعنا كريسبي ونقلوه في المقلاة بعد ما كنا سخنا الزيت. نروحوا نحضروا لي برجر تاعي. نجيبوا الطماطم تاعنا والخس، الفرماج، المربعات الخاص بلي برجر. نبدا نحضر فيهم كما راكم تشوفوا. نوضعوا الجبن تاعنا اللي كنت حضرته في فيديو سابق. ها هو الشكل النهائي. ودروك نبدا نعمر في الميني بانيني. هو الشكل النهائي اللي تحصلنا عليه. ما تنسوش ديروا جيم، اللي ماهيش مشتركه في القناه تشترك معنا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.